السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اخواتي وحبايبي متابعين القناة، رجعنا مع بعض في حلقة جديدة إن شاء الله يا جماعة. النهاردة هنتكلم في كلام مهم جدا. كمية أسئلة اتسألتها الحلقة اللي فاتت عن إيه الكمية المناسبة اللي أبدأ بيها مشروع الحمام، وإيه أفضل نوع أربيه، وإزاي أبدأ صح، وإزاي أكسب، وايه نوع التربيه، رب سايب ولا رب محبوس، وازاي اسوق انتاجي. اسئله كتيره جدا اتسالتها، واسئله بتتكرر يا جماعه كل فتره. وهل مشروع الحمام مربح ولا لا؟ انا دلوقتي هجمع لك الاسئله دي كلها وارد عليك باستفاضه، لعل وعسى تستفيد بالكلام دوت. في البدايه يا جماعه وعلى بياض كده، على نور زي ما بيقولوا، اللي عايز يكسب من الحمام يربي سايب خلاص. يعني برضه عشان خاطر ايه، لو انت هتربي محبوس قوم ما تسمعش الحلقه وما تكملهاش، قوم شوف لك حاجه مفيده اعملها احسن. تمام. لو انت ناوي تربي محبوس، ربي لاحم فرنسي فقط، او ربي غزار. تمام. لو بقى عايز تربي حمام وتكسب منه، ربي حمام سايب، وهقول لك دلوقتي ليه. طيب خلينا برضو نرجع لأول سؤال، وخلينا نمشي مرتبين دنيتنا كده عشان خاطر نعرف نرد على كل الأسئلة ونرد عليها باستفاضة ونفيد الناس. أقل كمية حمام يا جماعة ربيها. أنا ما أقدرش أجاوبك على السؤال ده غير لما أسألك أنا سؤالين. رقم واحد، أنت عندك مساحة قد إيه، أو عندك مكان قد إيه، عشان أقدر أنا أقول لك ربي قد إيه. تاني سؤال أو تاني إجابة لازم أنا أسألها للي بيسألني، اقول له انت عندك خبره ولا لا، انت مبتدئ ولا انت راجل متمرس ولا انت راجل فاهم. مش هينفع اقول لك رب كميه كبيره وانت راجل لسه بتتعلم، ومش هينفع اقول لك رب كميه كبيره وانت ما عندكش مكان، يبقى انا كده بضرك. تمام. طيب انت راجل 100 100 وراجل صنايعي في التربيه وراجل بتعرف تربي، ربي يا باشا. عندك المكان، ربي يا باشا، ربي 50، ربي 100، ربي. طيب واحد لسه عايز يبدا، اقل كميه عشان تمسك فلوس 30 جوز. عشان تمسك فلوس من الحمام اقل كميه 30 جوز. تمام. 25 30 جوز. عرفت تزود زود، وهقول لك ليه دلوقتي. ايه هو نوع الحمام؟ بص يا جماعه من الاخر عشان برضو ما نتعبش نفسنا في كلام كتير، اسهل نوعين دلوقتي تسويقيا ومطلوبين واسعارهم في ارتفاع واريح لك كمربي. رقم واحد الحمام البلدي الفلاحي الهجين. رقم اتنين اللاحم الفرنسي. خلاص كده يا جماعه. طيب البلدي الفلاحي ماليش دعوه بالحمام البري، ماليش دعوه بالحمام البلدي المعصفر، ماليش دعوه بالهكس ده كله. انا بكلمك الحمام البلدي الفلاحي، الحمام المحترم المهجن اللي يطلع لك زغلولين كويسين. تمام. وتاني نوع الحمام اللاحم الفرنسي، الزاج الممتاز، الزاج الكويس وممتاز، ما بقولكش الزاج الوحش. تمام. وربيه مع البلدي. انا بربي لاحم وبربي زاجل وبربي بلدي وبربي تلتينات. الاربع انواع دول موجودين عندي في المكان، والاربع انواع مهمين واهم من بعض. تمام. افضل نوع حمام قلناه. ليه بقى افضل نوع حمام هو البلدي؟ والناس هتستغرب دلوقتي تقول لي ازاي ده البلدي السعر الزغاليل 120 جنيه و130 جنيه. هقول لك ان البلدي دي انا بكسب فيه اكتر من مكسب من اي نوع حمام تاني. تمام. يا جماعه لازم ننقي السلاله السليمه. يعني رقم واحد كده على بياض، لازم نبدا مشروعنا صح وناسس سلاله سليمه. تمام. ده رقم واحد. سلاله قويه سليمه ما فيهاش امراض، مناعتها عاليه، سلاله حجمها كويس، هتطلع لك انتاج كويس. ماشي. طيب نيجي بقى لمميزات الحمام البلدي. الحمام البلدي يا جماعه الفلاحي دوت، عد بقى اكتب ورايا كده. حجمه كويس، زغاليله حجمها كويس. رقم اتنين مناعته عاليه. رقم ثلاثة غزير الانتاج، حمام بياض. يعني ايه بياض؟ يعني يبقى الزغاليل بطش وبيلحم، بطش وبيلحم. وعن تجربه وعن مش اللحم بس اللي بيلحم، لا انا عندي البلدي بيلحم والزاجل بيلحم. تمام. وعلى فكره يا جماعه اي حمام ما تهتم بيها يلحم. من الاخر بقى، اي حمام هتهتم بيه وتديله حقه في التغذيه، تديله حق في الرعايه، والله لا هيلحم. تمام. تسويقه سهل، سعره مناسب، حنين، حمام يحضن، تحط تحتيه قص زغلول 2 3 هياكلهم ويطلعهم، تحط عليه حصوايه تحتيه حصوايه 2 3 هيحضنهم ويطلعهم لك ما شاء الله قد البط. تمام. لو سلاله كويسه. كل دي مميزات تخليني ارشح الحمام البلدي الفلاحي ان هو يكون رقم واحد في المشاريع. مفيش مانع ان انت تحط معاهم كام قص لاحم، اللحم مطلوب وعليه طلب، وهقول لك ليه دلوقتي. وتشغل دماغك معايا وركز معايا، حتى لو الحلقه يا جماعه طولت مننا اهو كله في الاخر معلومات. وخلي بالكم يا جماعه، انا كلامي هنا للناس اللي على قد حالها، انا ماليش دعوه بالناس اللي عندها مزارع والناس الكبيره. انت عندك فلوس وعندك يعني راس مال كويس يا باشا، اتخصص.
الناس اللي عندها راس مال انصحها ان هي خليك في اللحم، خليك في البلدي، او اعمل عنبر لاحم وعنبر بلدي. تمام. طيب الناس بقى اللي زي حالاتي اللي على قدها وكلنا على قدنا، انا يا باشا عندي بلدي وعندي لاحم وعندي زاجل، انا كل المكان بيخدم بعضه. بمعنى انا بحضن تحت البلدي زغاليل اللحم، وفي نفس الوقت بخلي اللحم يرد على زغاليله، وفي نفس الوقت بخلي الزاجل يخدم اللحم ويخدم البلدي. مشغل يا جماعه دماغي على الثلاث انواع، على اللحم وعلى البلدي وعلى الزاجل. وفي نفس الوقت يا جماعه اللي يطلب بلدي يلاقي، واللي يطلب زاجل يلاقي، واللي يطلب لاحم يلاقي. تمام. وفي نفس الوقت برضو يا جماعه تسويقه سهل. تمام. كبيع وكسلاله وكنش. عايز حاجه تنشها موجود، عايز حاجه تاكلها موجود، عايز حاجه تعملها مشروع تسترزق منها موجود. تمام. طيب نيجي بقى للاسئله بتاعتنا. ازاي ابدا؟ زي ما قلت لحضرتك، رقم 1 المكان المناسب، رقم 2 السلاله الكويسه. مش هقول لك يا باشا هات بقى يعني على قد ما تقدر هات سلاله كويسه، هتفرق معاك وهتاثر عليك الوقت والمصاريف. طيب نيجي بقى للمهم، وليه جوز البلد يا جماعه بيكسبني وبكسب فيه احلى من اي جوز تاني؟ زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، انا بطير حمامي، انا مش بحبس. تمام. تكلفه الجوز عليا الكلام ده يا جماعه ورقه وقلم يا جماعه، ادارتك للمشروع هو نص النجاح. تمام. طيب تكلفه قص الزغاليل البلد اللي بيطلع من تحت اهاليهم تكلفته عليا 50 جنيه، ببيعه انا ب 120 جنيه 130 جنيه، كسبان يا باشا الضعف. هتقول لي ازاي يا عم انت ساحر؟ هقول لك ازاي دلوقتي. احنا عارفين يا جماعه ان البلدي بياكل 100 جرام كلفه او 100 جرام حبوب. تمام. خلينا برضو ال 100 جرام دول يعني 3 كيلو في الشهر. 3 كيلو في الشهر، كيلو الكلفه ب 15 جنيه، يعني بياكل معايا 45 جنيه في الشهر. واحد يقول لي يا عم وانت بتشغل دماغك علينا، ده الحمام بيقعد 40 يوم عشان يطلع، مش بيقعد شهر. يا باشا ما انا جاي لك في الكلام اهوت، 45 يوم في الشهر، حط عليهم يا عم 10 جنيه كمان، 55 يا عم، حط 5 كمان، 60 جنيه. يبقى تكلفه الحمامتين معاك 60 جنيه. هتبيعهم انت يا سعاده الباشا ب 120 جنيه و130 جنيه اقل جوز حمام بلدي. تمام. تمام. خد بالك انا باكل عيش، باكل رز، باكل بواقي اكل بيت، زائد حاجه مهمه، انا بطير حمام، الحمام ساعات بيروح بعيد وبياكل. تمام. بس انا مش معوده على كده، مش مجوعه، لا انا باكله. تمام. بس هو بيطير وبيحدق وبيتكسر بره والدنيا حلوه. ماشي. طيب يبقى انا كده يا سعاده الباشا مكلف الجوز ده كده وانا عامل معاهم الصح مكلفهم 60 جنيه بادويتهم، بتحصيناتهم، بتحديقهم، بخدمتهم. حلو الكلام. كسبان يا باشا في الجوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي 10 قصوص، عندي 20 قص، كسبان فيهم اللهم صل على النبي لا يقل عن بدري 1000 ونص 2000 جنيه كام ساعه كل شهر. نطمن على ده الحمام بس من البلدي. ونبص على انا بكلمك على الحمام البلدي. تعالى بقى للاحم. تكلفه اللحم معايا هتكون ازيد شويه لان اللحم بياكل اكتر من البلدي. ما شاء الله. وخد بالك اللحم طاير برضه، انا بطاير وبسيب، واللي بيرسع على البلدي بيرسع على اللحم، بس اللحم بديله شويه اكل زياده عشان حصلته كبيره عشان يطلع زغاليل كبيره. تمام يا باشا. كل معايا ب 60 جنيه يا عم، خد انت اللحم كل ب 80 جنيه، طلعت لي الزغلولتين ب 250 جنيه يا باشا. اللحم وقف عليا 100 جنيه، بايعه ب 250 جنيه، كسبان 150 جنيه في الجوز في 40 يوم، في 10 جواز ب 1000 ونص. وحش. واحد يقول لي ما هو مش كله هيطلع، اكيد يا باشا في هالك، واكيد في زغاليل بتموت، واكيد في بيض بيروق، واكيد واكيد واكيد. انت بقى دورك انت كمربي ناصح تقلل الخسائر وتقلل التكلفه. ما انت كل ما تقلل التكلفه كل ما هتكسب، كل ما تقلل الخسائر كل ما هتكسب. فهمتوا يا جماعه الشغلانه؟ فهمتوا اللعبه؟ فهمتوا القصه؟ يبقى كده يا جماعه المشروع بيكسب ولا بيخسر؟ انا عايزكم ترد عليا. كل ما انت كمربي تدير مشروعك صح كل ما انت هتنجح في وقت اقل وبطريقه اسرع وتكسب افضل وافضل وافضل. محدش بقى يا جماعه يقول لي المقصود الحمام بيخسر. يا باشا العيب فيك، صدقني لو انت الحمام عندك بيخسر والله العيب فيك. يا عم بلاش العيب فيك، العيب في السلاله. في حاجه عندك غلط في المكان. شيل يا باشا الناس اللي عندها الحمام قاعد عندها شهر واثنين وثلاثه واربعه مش بيشتغل، يا باشا اذبح امه ارميه، جيب غيره يا باشا. انت محنطه عندك، معلش يعني يا جماعه يعني مش عارف، انا بيصعب عليا الناس يا عيني اللي بتقعد عندها الحمام بالشهور مش بينتج. انت بتاكل وبتشرب ليه يا باشا على الفاضي؟ ما بناقص منه. اتغير يا باشا، غير امه يا باشا وجيب غيره.
تمام يا جماعه، اقسم بالله انا مش عايز اتكلم واقول انا عندي حجوزات للاحم من هنا لحد 7 8 شهور قدام. حجوزات، عندي حجوزات بلدي. الناس يعني يوميا يا جماعه الناس بتطلب مني حمام، والله ما عارف يعني، بتكسف بعتذر للناس بشكل مؤدب. انا مش يا جماعه مش عارف، طب انا هبيع للناس اللي جيراني ولا قرايبي، ولا هبيع للناس متابعين القناه، ولا يعني انا هخلي حمام عندي الانتاج يزيد عندي، ولا انا هاكل حتى؟ مش عارف ازعل مين وارضي مين. في نفس الوقت زي ما انتم عارفين الفتره اللي فاتت كانت فتره قلش، طبيعي الحمام بيريح، في تريحه حاصله عندي. بس ايه المشكله؟ اقول لك على حاجه، لما الحمام يريح عندك في القلش انت تفرح ما تزعلش، انت كده يا باشا ماشي صح. لازم الحمام يريح، بس يريح 40 يوم، يريح له شهر ونص، ما يريحليش 4 5 شهور، يبقى انا كده بخسر. تمام يا جماعه؟ انا كده يا جماعه لميت لكم الدنيا على قد ما اقدر، ايه هي الكميه المناسبه، وايه نوع الحمام، وازاي اسوق. التسويق يا جماعه، تسويق البلد يا جماعه طبعا كلكم عارفين تسويق البلدي، يعني انا مش محتاج ان انا يعني اتكلم فيه، اتكلمت فيه مره واثنين وثلاثه. تسويق البلد ده يا جماعه انت لو يعني لو قلت لجيرانك، لو قلت لزمايلك، لو قلت لقرايبك بس هيتباع هوا. تمام؟ اكيد انت يعني في منطقتك البيتين اللي حواليك بس يعني الدنيا سهله. اقرب فرارجي قول له يا عم الفرارجي انا عندي كل شهر هجيب لك 10 قصوص 15 قص، هياخدهم والله منك يا عم، ياخدوا منك الجوز ب 110، هيبيعوا هو 130 140، كسبان منك في 3 دقايق، كسبان منك 20 30 جنيه في الجوز، في 10 جواز كسب منك 400 500 جنيه وهو واقف. يا عم التسويق سهل، والله البلد يا جماعه تسويق سهل، واللحم يا جماعه اسهل. بص على النت يا باشا خلاص، التجار يا باشا في كل حته، الاسواق في كل حته يا جماعه. حمام مشروع، والله يا جماعه الحمام مشروع، ومشروع سهل ومش بيكلف حاجه ولا بياخد وقت فراغك. انت يا باشا كبيرك نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل، هو ده المشروع يا جدعان. اللي انا بعمله انا بكلمكم كاني قاعد معاكم وبكلمكم في الاوضه كده عندي، كاني بتكلم مع اخواتي. انا والله ما بتكلم يا جماعه بكل كلمه بصدق. تمام؟ وعايز الناس كلها تربي، والناس كلها تكسب، والناس كلها اللي بيربي غلط يربي صح، واللي بيخسر عايزه يكسب. يعني انا مش هستفيد حاجه لما انت تخسر، محدش بياخد رزق حد، انا كده كده بتسلى. يعني الحمام عندي يا جماعه تسليه وهوايه لا اكتر ولا اقل. في نفس الوقت جاب جنيهين مفيش مشكله، ما جابش جنيهين الحمام عندي موجود وبيزيد وبياكل وانا باكل منه، والحمد لله 100 فل و14. هي العمليه كلها حاجه انا حاببها، بقالي سنين عشرات السنين بربي حمام، خلاص طبيعي. انا قادر يا جماعه الاوضه اللي انتوا شايفينها دي هتبقى اوضه واثنين وثلاثه، قادر اخليها عنبر، قادر اخلي المكان ده كله حمام. بس انا لا، خلينا كده ماشي على قدي، مظبط دنيتي تمام، لحد ما فعلا انا ناوي الحمام ده ان شاء الله اكبره، وهعمل مزرعه كبيره، وهاجر مكان كبير عنبر بس العمليه عمليه وقت، في اولويات، كل واحد حياته فيها اولويات، واكيد كل واحد ادرى بظروفه. انا يا جماعه لو شايف ان المشروع مش مربح مش هعمل مزرعه، مش هعمل عنبر، مش هدردش مع اخواتي واقول لكم المشروع بيكسب. انا ممكن ما اطلعش، ممكن اقول لك اي كلمتين في اي كلمتين وخلاص. انت يا باشا انا هوجع قلبي معاك ليه؟ ما انت بقى عايز تربي، والله هطلع ناس تهاجمني تقول لي يا عم ما فيش الكلام ده، وانت بتأفر، وانت ما فيش مشكله برضه. وفي ناس تقول لي انت عندك حق، على دماغي واخواتي وحبايبي وكتر الف خيركم، والناس صراحه المحترمه جدا كلهم اخواتي وكلهم من كبيرهم وصغيرهم. اللي بيطلع يا جماعه يقول لنا كلمه حلوه على دماغه، اللي بيطلع برضه انتقد يا باشا، بس انتقد باسلوب كويس، مفيش اي مشكله. احنا مش اعداء ولا لا يا جماعه، احنا يعني بنقرب وجهات نظر لبعض، اقنعني واقنعك مفيش مشكله، وفي الاخر الصح اللي يمشي. لو انت رايك صح هو اللي يمشي مفيش مشكله، مش عيب. لو انا غلط اقول لك انا غلطان، مش عيب. ويموت المعلم وهو بيتعلم. في النهايه يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، مش عايز اطول عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.